كان في تكريم من الأهرام ومن رئيسه للجهاز الفني لمنتخب مصر. تعالوا نشوف التكريم فاصل ونعود مع طبعا موضوع محمد ناجي جده، وبعديها مع الأستاذ أيمن بدرة نائب رئيس تحرير أخبار الرياضة. لا مش هخش وصل إلى الآن الكابتن حسن شحاتة، كابتن شوقي غريب، كابتن حماده سيدي، كابتن عصام الحضري، احمد سليمان، كابتن حسن شحاتة. انا بتقدم له بكل التحيه وكل التقدير، وحرصت كل الحرص على ان يشارككم تكريم مهندس الرياضه المصريه الحديثه كابتن حسن شحاتة. قاد الفريق منتخب وطني وحقق الفوز، وكان قمه في هذه كذا كريمه تمت في كاس الامم. يوم جميل وعظيم، ومؤسسه الاهرام قامت بمبادره جميله قام بها الدكتور عبد المنعم سعيد ورؤساء التحرير بان يهدي هذا الوسام الرفيع بالنسبه للاهرام، مفتاح الاهرام، وانا معتز كل الاعتزاز بتواجدي اليوم. حضرتك حريص على تكريم المنتخب كل طبعا واكبر تكريم كان استقبال الرئيس مبارك له لحظه وصوله المطار وفي المساء في مقر الرئاسه. طبعا وانا واقف كده جنب الدكتور عبد الحق جمال الدين اللي دايما مشاركنا في افراحنا كلها وبيدعي لنا. انا ما بقولش حاجه غير بقول الحمد لله، بقول الحمد لله مع الشكر طبعا لمؤسسه الاهرام اللي هي زي المؤسسات كلها اللي هي بتكرم منتخب مصر القومي في شخصي، وده طبعا بيبقى نيابه عني وعن اعضاء المجلس، اعضاء مجلس اداره الاتحاد واعضاء الفن اللي هم لهم الدور الاكبر في الانجازات اللي بتحصل، طبعا بالجانب الجزء الاكبر للاعبين اللي هم حققوا لمصر وحققوا لنا الانجاز الكبير ده. بقول الحمد لله وربنا يقدرنا دايما. عايز اخد رايك بقى عايز اخد راي حضرتك في لقب حسن سعاده. هو لقب سعاده شحاته، يعني ممكن تقول لقب سعاده شحاته لان ما تقدرش تلغي اللقب بتاع شحاته على اساس ان هو ديت حاجه. انا بقول يعني دي حاجه جميله جدا جدا ان انا ممكن اسمى بالاسم ده، ودي يا رب دايما نكون سبب، يا رب دايما مش حسن شحاته لوحده، منتخب مصر كله بكل اعضائه سواء الفنيه او الاداريه او الطبيه او اللاعبين، ان احنا يكون لنا سبب في اسعاد الشعب المصري. فقد كنا نستعيد امل قديم ثم نواجه مشكله ثم نعود فجاه للساحه ونفاجئ انفسنا باننا لا نزال نقف على اقدامنا قبل ان نفاجئ الجميع باننا الاعظم في المنطقه وفي القاره، واننا فتره منتخب كره القدم رقم 10 على مستوى العالم. تكريم حاجه جميله جدا جدا، حاجه كريمه جدا جدا جدا، وحاجه يعني سعداء بيها ان يكون التكريم في مؤسسه الاهرام، المؤسسه العملاقه الكبيره بتكرم شخصيه رياضيه وبتكرم منتخب مصر. دي حاجه جميله جدا. والله طبعا بنشكر مؤسسه الاهرام، مؤسسه كبيره واحنا فخورين ان احنا موجودين فيها النهارده وفخورين بتكريمها لينا، وطبعا بنشكره وبنشكر كل القيادات اللي موجوده، وحاجه كويسه انهم يعني معانا على طول. يعني اكيد طبعا ده فخر لينا ان مؤسسه الاهرام وكاله كبيره جدا، وده بيدينا دفعه ان شاء الله ان احنا نحقق مزيد من الانتصارات ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. نعرف ماذا عن عرض اهلي جده؟ اهلي جده؟ والله لسه ما فيش عروض دلوقتي وصلت بحاجه رسميه، ولسه في انتظار عروض ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. حاجه كويسه اللي احنا كلنا بنكرم من فئات الشعب المحافظين من جريده كبيره زي الاهرام، بنشارك الشعب المصري كله فرحتهم. فالنهارده احنا موجودين في اعرق المؤسسات الصحفيه في مصر، اسم كبير في عالم الصحافه. جايين النهارده تكريم المدير الفني الرمزي لينا كابتن حسن شحاته. سعداء جدا النهارده بالتكريم اللي تم لكابتن حسن وتكريم لي انا شخصيا وللجهاز الفني. يا رب مزيد من الانتصارات للكره المصريه وتكريمات وسعاده للشعب المصري.